هنتكلم النهارده عن المباراة عن الشوط الثاني بس، لأن الشوط الأول احنا كأننا ما جيناش. نفس اللعيبة نزلت في الشوط الثاني، أدت أداء متميز رائع، مسكوا الكورة، كنا مسيطرين على اللعب، قدرنا نحط هدف بأقدام حسين الشحات في الدقيقة 48، وبكده نبدأ الشوط الثاني متقدمين ومرتاحين. ومع التغييرات اللي حصلت كمان في الشوط الثاني، رضا سليم، وسام أبو علي، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق. عمرو السولية كان في الشوط الأول كأنه مش موجود، ومعظم الفرقة كأنها ما جاتش، بس عمرو السولية قدم أداء رائع، هو ده المنتظر منه، وهو ده عمرو السولية اللي احنا عارفينه. الشوط الثاني كان اداء متميز لعمرو السولية. عايز النهارده كمان اتكلم عن البطل، وانا شايف ان هو مان اوف ذا ماتش، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير النهارده عمل يمكن ما لا يقل عن 6 تصديات رائعين جدا، وكانوا ممكن تكون اهداف محققه، وده ان دل يدل على ان احنا مرمانا في امان. برافو برافو شوبير، كنت على قد المسؤوليه النهارده، وكنت راجل جدا في المباراه. وعايز كمان اتكلم عن ياسر ابراهيم، كان من افضل الناس النهارده على مدار المباراه لحد لما طلع مصاب. الف سلامه لياسر ابراهيم، وان شاء الله تكون